لا تخاف ولكن احذر. عليا وانا مبتسم لي، وبعدها المراية اختفت. لازم تنقذي اختك رباب من الشيطان. سب اللي مع اختك مش شيطان، انا اخت رباب. انا في يوم كنت بايتة عند اختي واحمد ما كانش موجود، بايت بره. يومها بالليل سمعت صوت زي صوته بالظبط، عشان اصحى الاقيه جوه المراية. كان قاعد جنب قبره متسلسل بسلاسل وحواليه شياطين. اول ما شفت المنظر ده حرفيا وقعت من طوله، لكن بعد دقايق فوق وبرضه لقيت نفس المنظر جوه المراية، عشان الاقي احمد بيقول لي في ايه ارجوك. انا ما صدقت قدرت اتواصل معاك. وبعدها بدأ يحكي كل اللي حكيته ده. يعني ايه اللي مع رباب شيطان؟ طب انا هعمل ايه؟ احمد قال لي لازم اخلصها، بس ازاي؟ ده كمان حكى لي حكاية كان اتحرقنا في بيته، وده محصلش نهائي. رباب من يوم ما اتجوزت وهي طبيعية وما فيهاش اي حاجة. انا مش فاهمة اي حاجة، بس بعد كده فهمت ان سبر الشيطان ده جن عاشق لرباب، ولما اتجوزت احمد غضب، عشان كده لعب معاه كل اللعبة دي عشان يجننه. وفعلا عمل كده، لأنه حرفيا كل اللي بيحكيه ده محصلش. رباب من يوم ما اتجوزت وهي عايشة طبيعي وأحمد طبيعي. أنا مش فاهمة مين الحقيقي ومين الشيطان، ولا أنا بتخدع. أنا إزاي هخلصه وأكشفه؟ لقيت أحمد بيرد عليا وبيقول لي ساعديني، ساعديني وأنا أعرفك تعملي إيه. روح للمكان ده وأعرفك تعملي إيه. كان عنوان شيخ أروحه، قال لي روحي وهو يعرفك كل حاجة. أنا مصدومة، مش قادر أصدق. مش يمكن اللي بشوفه في المراية ده شيطان عايز يبوظني؟ مش عارفة، مش عارفة بجد أعمل إيه. عينيا فتحت مرة واحدة وأنا عمال أفكر، وكانت رباب نايمة. فجأة لقيت رباب عينيا فتحت مرة واحدة وكانت مبرقة في السقف، وراحت مصرخة جامد وراحت صاحية منفوضة وهي بتنطق بجملة واحدة: ده شيطان. مش هو ده الشيطان، ده شيطان مش هو، ده الشيطان. فضلت تنطق كتير قوي بخوف، وانا جريت اجيب ميه من المطبخ وشربتها وقعدت جنبها لحد ما هدي، وبدات اكلمها بالراحه عشان افهم هي شافت ايه. حصل ايه يا رباب؟ شفته واتاكدت ان مش هو. هو مين اللي شفتيه؟ ومش هو، مش احمد يا اسماء، والله مش هو، مش هو ده شيطان. رباب بدات تحكي هي شافت ايه في الحلم. قالت لي انها شافت نفسها جنب قبر مكتوب عليه الشاهد بتاعه اسم، وكان اسم ناس من العيلة. وقالت كمان إنها شافت أحمد قاعد جنب القبر ده ومربوط بسلاسل وبيبكي. ولما شافها قال لها اللي قاعد معاكي مش أنا، ده شيطان، ولازم تخلص منه، وخلاصها بطريقة واحدة بس، وهي لازم أحمد يرجع عشان الشيطان ده يختفي. ومش هيرجع غير بفك العمل، لأن في حد عمل سحر للرباب والشيطان ده خد من السحر. كلام رباب خلاني أتأكد اللي شفته في المراية مش مجرد كابوس. وفعلا أحمد محبوس، مش قدامي حل غير إن أروح للعنوان اللي قاله أحمد. في اللحظة دي لقينا باب الشقة بيفتح، وكان أحمد داخل وشكله متغير. عمل حاجة غريبة، أول ما دخل الأوضة قال لي اطلع بره عايز رباب. كلامه ليا كان بجد أسلوب خوفني أوي. حسيت في عينيه إن شيطان مش بني آدم. طلعت بره وهو قفل الباب، ودخلت الأوضة التانية. فضلت قاعدة يجي ساعة مستنية أي حاجة تحصل، لكن ما حصلش أي شيء. ولكن أنا قاعدة ولقيت رباب داخل عليا الأوضة متعصبة أوي، وعينيها بتطق إشارات، بتقول لي عمري ما كنت أتخيل إنك تعملي كده. عايزة تسرقي مني جوزي يا حرباية؟ انت واعية بتقولي ايه؟ جوزك مين؟ ده شيطان يا بنتي، اخرسي، انت اللي شيطان. بقولك ايه، اسمعيني كويس. ومدت ايديها على تليفوني وشغلت مسجل الصوت ليا، وانا بتغزل في احمد وبقوله اني بحبه. وقسما بالله ده ما حصل. ايه الهبل ده؟ انا ما عملتش كده. ما ردتش عليا وقالت لي كلمه واحده وخرجت. عايز اصحى الصبح ما الاقيش ليكي وجود في البيت ولا في حياتي كلها. ومشيت وسابتني. مش مصدقه اللي بيحصل. انا ما عملتش كده، بس فعلا صوتي. فضلت قاعده في الاوضه وحرفيا دماغي هتنفجر.
انا قاعد الاقي باب الاوضه بيتفتح وبيدخل عليا احمد، ومبتسم وقرب عليا وقال لي: فاكره انك هتقدري تخلصيه؟ هي ملكنا، وهو هيفضل محبوس كده. ما تلعبوش معايا احسن لكم، انا بعرف ابدل الحقيقي، انا ابن النور. وبس، لو وصلت لحد هنا متنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد.